اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه؟ كل عام وأنتم بألف خير. خلاص فاضل على رمضان أقل من يومين، وفي ناس كتير، يعني أنا عارفة إن في ناس كتير ما جهزتش حاجات. طبعا أنا منكم ما جهزتش حاجات كتير زي كل سنة، فاللي هو ايه بحاول إن أنا يعني انجز كده او الملم نفسي زي ما بيقولوا. لان طبعا اليومين اللي فاتوا دول انا كنت مريت بحالة تعب، يعني من امبارح كده كنت تعبانة جدا، ما قدرتش ان انا حتى اتحرك. كان اخري ان انا بس ايه يعني كان اخري بس ان انا اعمل اكل وخلاص انا والولاد. ندخل بقى في الموضوع على طول. يوم التلات اللي فات طبعا كان عندنا سوق وكده، فلقيت البطاطس الحمرا دي رخيصة، فروحت جبت بقى. وانا انا كل سوق اصلا ممكن بجيب 2 كيلو 3 كيلو واشيلهم في التربو. ممكن تلاقوا اصلا التربو ده مليان بطاطس. فجبت بقى، قلت ان انا خلاص هخزن شويه لرمضان. طبعا انا بعملهم بالطريقه دي، انا بعملها كل سنه. يعني انا كل سنه في رمضان بعمل بطاطس. طبعا ما ينفعش، يعني حرفيا السحور ما ينفعش من غير بطاطس، سواء بقى لو ما فيش بيبقى فيه بطاطس بومفريت او كده. المهم لازم يكون جنب الفول والبيض والطعميه والحاجات دي لازم يكون فيه بطاطس وبتنجان طبعا. فالمهم قشرت عندي. طبعا انا هنا هعمل 4 كيلو، يعني اللي هتشوفوهم دول 4 كيلو. انتوا اللي انتوا عايزينه بقى زي ما انتوا حابين، عايزين 4 كيلو، عايزين 5 كيلو، 10 كيلو، فدي حاجة في الاول وفي الاخر ترجع لكم انتوا. انا عندي اهو شويه البطاطس زي ما قلت لكم. قعدت كده قلت استقنيس كده هقشر، يعني اول مره اعمل حاجه وانا قاعده. فروحت قشرتهم قصدي وانا قاعده، علشان قلت لكم ان انا تعبانه يعني مش قادره اقف. فالمهم قشرت دول وهقطعهم علشان هقوم اقليهم نص قليه. هقطعهم بقى القطعيه اللي زي ما انتوا عايزين. يعني لو عايزين البطاطسايه رفيعه قطعوها رفيعه براحتكم، لو عايزينها تخينه فبرضو براحتكم. خدوا بالكم لو عملتوها تخينه فبتمسك نفسها كده شويه في الزيت، لكن لو رفيعه قوي فدي طبعا اول ما بتحطيها في الزيت بتهزي الطاسه بس بيها، ما بتقلبيهاش اسمها ايه دي، ما بتقلبيهاش يعني بمعلقه او باي حاجه علشان هتتقطع. فعلشان كده بقى بقول لكم ان انتوا خلوها، يعني اللي هي التقطيع ماسك نفسه كده مش رفيع قوي. المهم هنقطع بقى مع بعض وهنخلص كل الكمية دي وتعالوا نشوف بقى ايه الخطوة اللي قبلها. بس قبل اي حاجة، هو مش قبل اي حاجة، ما انا عمالة ارغي يعني تحطوا لي كومنت كده حلو ولايك، والاول مرة يشوف القناة بتاعتي يا ريت يشترك فيها علشان ويفعل الجرس عشان يوصله ان شاء الله كل جديد. وتعالوا بقى ايه بعد ما نقشر البطاطس نشوف هنعمل ايه في الخطوة الجاية. طبعا في ناس منكم، في ستات بيوت طبعا كتير شاطرة واشطر مني بكتير طبعا، وانا برضو يعني انا نفسي برضو بتعلم منهم. بيعملوا الطريقة دي، او اللي بيعمل طريقة تانية، طريقة تخزين تانية للبطاطس يا ريت يعرفوا لي، لان انا معرفش الا الطريقة دي بس للأسف. لما الزيت يسخن هننزل بالبطاطس، يعني لما الزيت يسخن هننزل بالبطاطس. هنقليها نص قلية. يعني انا هوريكم برضو شكلها لما بطلعها. دي طبعا البطاطس الحمراء، في اللي هي برضو اللي هي بتاع الشيبسي، اللي هي الاصلية بتاع الشيبسي اللي هي البطاطس الحمراء. في البطاطس البيضة برضو، البيضة دي برضو اللي هي لونها اصفر كده قوي من بره، دي برضو بتاع شيبسي، وبرضو ينفع ان هي تتعمل تتخزن.
فسواء دي او دي اللي بتلاقوه موجود اشتروه وخزنوه عادي مفيش مشكلة. بس انا عن نفسي عمري ما خزنت البطاطس التانية، لكن دايما بخزن اللي هي البطاطس الحمراء. العلبة دي اللي موجودة قدامكم دي اللي انا هحط فيها، بس طبعا هطلع في طبق الاول يبرد، وبعدين هروح احطه في العلبة. هخلص طبعا ايه الكمية وارجع لكم. دي طبعا شكل البطاطس لما طلعتها. شايفين هي بيضة ازاي؟ خدوا بالكم انا ما طلعتهاش على كيس. ليه بقى؟ لان ما طلعتهاش قصدي على منديل. المنديل بيشفط الزيت، وانا عايزة الزيت اللي فيها دي علشان لما بجمدها بعرف ان انا يعني افكها من بعض واخد اللي انا عايزاه اقلي. خدوا بالكم من العلبة دي 2 كيلو، يعني دول انا عاملة 4 كيلو، العلبة دي شايلة 2 كيلو، اللي انا مخزنة فيها دي شايلة 2 كيلو. فشوفوا بقى الكمية اللي انتوا عايزينها واعملوها. يعني هاتوا كده واعملوا. البطاطس دي بتبقى حلوة جدا جدا جدا، بتبقى زيها زي البطاطس البومفريت بالظبط في الاكل لما بنخزنها يعني. فهي دي البطاطس. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.